بمجرد ما تقارن نفسك ما بينك وما بين حد، في فجوة لازم تحصل جواك، لازم تحس دايما انك قليل. المقارنات دايما حاجة توكسيك، حاجة سامة جدا للنفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا زهراء. النهارده ان شاء الله هنعالج، مش هنتكلم بس، هنعالج مشكلة المقارنات، لانها فعلا اكتر حاجة بتأذي النفس وبتخليك عاجز انك توصل لحلمك. اول حاجة هنتكلم عنها مشكلة المقارنات، تاني حاجة اسباب المقارنات دي وعلاجها، تالت حاجة ودي اهم حاجة وانصحكم بشدة ان تشوفوها، وهي حل مشكلة المقارنات دي. مش هنطول في اول نقطتين، هما كلمتين بس خف كده، وبعدين هنتكلم عن الحل، لان فعلا دي اهم حاجه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. احنا فعلا هنتعلم بجد، هنتعلم ازاي ان شاء الله نحل المشكله دي نهائيا. بس في الاول ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا القناه، وكبروا الشاشه كده ويلا بينا. لو فكرت تقارن نفسك بحد، للاسف دائما وابدا لازم تقارن نفسك بالحاجه اللي انت ضعيف فيها. هتحس دايما انك مش كفايه، تحس دايما انك لا، ان ده في ناس احسن مني، في ناس اشطر مني. هتشوف مثلا زميلك هتلاقيه بيجاوب اسرع منك، هتلاقي زميلك مقرب للمستر اكتر منك، زميلك وفي نفس سنك وانتوا الاثنين مع بعض بس هو محقق نجاح اعلى منك، فانت هتبص له على النقطه دي وهتقول ده انا القليل، ده انا اللي مش كفايه، ده انا وده انا وده انا، وهتخش في دوامه مع نفسك وتاذي نفسك بطريقه يعني وحشه جدا، ودي اكتر حاجه مؤذيه للنفس اصلا. في حين ان احنا مش بنشوف الجوانب كامله. يعني انت مثلا لو شفت زميلك اللي حقق نجاح اكبر منك ده، يمكن شغال على نفسه بقاله سنين، يعني شغال على نفسه بقاله سنين وانت شفت لحظه الوصول بس. عيبنا احنا كبشر ان احنا بنشوف لحظه الوصول، ما بنشوفش الطريق الطويل ولا التعب اللي احنا بنقعد نشوفه في اي حاجه. احنا بس بنشوف لحظه الوصول. زي ما انت دلوقتي بتشوف الفيديو ده، انت مثلا دلوقتي بتشوف الفيديو ده على الجاهز، ما شفتش مثلا لا السكريبت بتاعه، ولا شفت التعب عشان نكتبه، ولا شفت حتى تعب التصوير، ولا حتى المونتاج، ولا اداره الالوان، ولا اي حاجه. انت شفت الفيديو على الجاهز. دي بالظبط كنجاح اي حاجه في الدنيا. احنا للاسف بنشوف كل حاجه على الجاهز، في طريق وفي رحله طويله بنخوضها قبل ما نوصل لاي لحظه نجاح. او يمكن مثلا زميلك ده شاف فيديو ازاي تحقق حلمك اللي احنا عملناه قبل كده هنا في الشانل، وهو نفذ الكلام اللي فيه وفعلا سمعه فرق معاه، فشوف الفيديو لانه فعلا هيفرق معاه جدا. فالمهم وخلاصه الكلام ان احنا دايما بنشوف الجانب الاخير او بنشوف لحظه الوصول، ومش بنشوف الطريق الطويل ده. في مقارنات مش بتبقى بمزاجنا او بتبقى غصب عننا، زي مثلا مقارنات الاهل. طبعا اكيد سمعتوا انا عايزك تبقى زي ابن خالك احمد او زي بنت خالتك سعاد. انتوا اكيد شفتوا الكلام ده وسمعتوا الكلام ده. للاسف دي حاجه فعلا مش بتبقى بمزاجنا، ودي بتبقى جايه من ناحيه الاهل. وانا عارفه فعلا انها بتاذيكم قوي، ولكن حاولوا بس بقدر الامكان انتوا تتكلموا مع اهلكم. وعلى فكره انا متاكده ان انتوا اتكلمتوا مع اهلكم مره واثنين وثلاثه هيستجابوا فعلا. ولو عرفوا ان دي حاجه بتضايقكم مره واثنين وثلاثه، حاولوا بس كم مره كده ان شاء الله هيبطلوا الحاجه دي. ليه؟ لان هم فكرهم على فكره ان هم لما يقولوا لك كده انت تتشجع. هم فكرهم او يعني هم في دماغهم او الكونسبت اللي في دماغهم ان انا لو قلت لك كده انت هتتشجع وهتحاول تذاكر اكتر وهتأدي اكتر. فللاسف ده هو ده مفهومهم، ولكن في الحقيقه احنا لو اخدنا اي تصرف هيكون بدافع الغل والحقد، ودي اسوأ الصفات اللي ممكن تكون موجوده في انسان. فنحاول نتكلم معاهم مره واثنين وثلاثه، ولو ما استجابوش، رغم ان انا متاكده ان هم يستجيبوا، بس لو لا قدر الله ما استجابوش، في الوقت ده احنا هنلجأ للتجاهل او حاضر وطيب ونعم، وندخل من هنا ونخرج من جهات تانية ولا كأن اي حاجه حصلت، لان راحتك النفسيه بقت اهم حاجه. فريلاكس خالص. حل مشكلة المقارنات بقى وضعف الثقة في النفس، لأن هو ده فعلا أساس الفيديو. يقول الحق عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. خليك في نفسك، خليك في حالك، ما تركزش كتير، ما تبصش كتير، ما تحاولش كل شويه الحاجه اللي انا ضعيف كده، انا مش بعرف احل كويس، ده انا الفيزياء دي وقع مني، ده انا الدكتور او المستر بتاعي او ايا كان بيعامل التاني احسن مني، ده انا دايما ده في حاجه ناقصاني كده. نحاول بقدر الامكان ما نبصش كتير، نحاول بقدر الامكان نخلينا في حالنا. على فكره انتوا لو فعلا خليتوا وقت لنفسكم انتوا تعرفوا تطوروا من نفسكم وتعرفوا تتقدموا. عمرك في حياتك ما هتطور من نفسك ولا هتتقدم كده الا لو خليتك في حالك. يعني خليكم في حالكم، هتشوفوا عيوب نفسكم، هتحاولوا تصلحوا من نفسكم، هتحاولوا بقدر الامكان انك تطوروا نفسكم كمان وكمان وكمان. واحنا مش محتاجين اي دليل اكتر من قول ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه، اعرفوا دائما وابدا ان لكل روح شخص واحد. انت واحد بس، انت فريد، انت مفيش منك اتنين. ده الطبيعي بتاع الحياة، لكل روح شخص واحد بس. مفيش منك نسخة مكررة. طريقك امشيه، حلمك اجري وراه، مش تسعى، اجري وراه. هدفك ما تتخلاش عنه. ما تقارنوش نفسكم كتير. انت حاجة واحدة، انت مفيش منك اتنين. كل التقييمات اللي انت بتعملها غلط. انت بتقارن نفسك بحد تاني، ده شخص وده شخص، ده شيء وده شيء تاني. ما ينفعش اصلا يحصل ما بينهم مقارنة، ما ينفعش. اعرف ان انت واحد بس، مفيش منك اتنين.
تالت حاجة، اعرف ان اللي قادر على النجاح وعلى الانجاز هو شخص عنده قوة ذاتية، حاجة من جواه بتحركه، مش بيستنى ان حد يقومه، مش بيستنى حد يصحيه، مش بيستنى اهله يقولوا له قوم ذاكر وقوم اعمل ومش عارفة ايه. هو من جواه عنده طاقته، هو من جواه من نفسه بيتحرك ومن نفسه بيستمر. لازم نكون متفقين تماما ان النجاح بيساوي الاستمرارية. النجاح بيساوي الاستمرارية. يعني مستحيل يكون في نجاح من غير ما يكون في استمرارية. وعلى فكرة طبيعي ان يكون في رحلة النجاح دي يكون فشل، اصله برضه من غير فشل مش هيكون في نجاح، مش هتحس بطعمه اصلا. ولازم ندفع ثمن كل حاجة، اصل احنا في الدنيا احنا لازم ندفع ثمن كل حاجة. يقول الحق عز وجل في سورة الانشقاق: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هي دي الدنيا من الاخر كده، يعني انت عايز تنجح يا عم ادفع الثمن. ادفع الثمن ان انت يعني هتتعب، يعني هتتعب. فاتعبوا بجد، علشان هو النجاح محتاج فعلا تعب، وانك تيجي على نفسك شوية، ده الطبيعي اصلا. رابع نقطة، مش علشان شفت مثلا زميل ليك مستواه عالي شوية، او هو بيجتهد على نفسه شوية، او بيشتغل على نفسه شوية، او حتى زميل ليك حقق نجاح اكبر، ما تظنش ابدا انك مالكش لازمة. ما تظنش ان انا ماليش هدف او ماليش وجود في الحياة. انا ماليش لازمة اصلا، انا موجود كده زي قلتي. ما تقولوش كده. ربنا ما بيخلقش اي حاجة عبثا، حاشا لله. يقول الحق عز وجل في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله الملك الحق. انت ليك لازمة وليك هدف، ربنا ما بيخلقش اي حاجة عبثا. وطبعا مش محتاجين نفسر او نقول اي حاجة بعد الآية الكريمة دي. لا، انت ليك لازمة وليك هدف وليك وجود في الحياة. خامس حاجة، لو كل واحد فينا فعلا بص لقدراته والحاجات اللي ربنا اداها له والحاجات الكتيرة والنعم الكتيرة ربنا اداها له، هيلاقي فعلا ان هو يقدر ينجز ويقدر يعمل حاجات كتير. لا، انا اقدر اعمل حاجات كتيرة، بس انا اللي مش عايز، او انا صح انا اللي بكسل ان انا اشتغل واتعب على نفسي. او يمكن اصلا انت مش عارف قدراتك، او يمكن انت لسه مثلا مش عارف قدراتك. وعلى فكرة بتحصل لنا كتير جدا، انا شخصيا بتحصل لي كتير جدا. لا، انا مش عارف قدراتي. بس مع السعي والاستمرارية، وكل شوية تفتح لنفسك طرق، وكل شوية تشتغل على نفسك وتطور من نفسك، انت بتكتشف نفسك. فاستمر، استمر وانجز فعلا لحد ما ربنا يعرفك طريقك. انت دلوقتي مثلا في سنة فارقة في حياتك، استمر في النجاح واستمر في التعب واستمر في السعي لحد ما ربنا ان شاء الله هيعرفك طريقك. يعني هيعرفك طريقك في يوم من الايام، بس استمر. خليك مستمر. سادس حاجة، اعرفوا دايما ان التقييم خداع. التقييم اللي احنا بنقعد نقيم بيه مقارناتنا ده كله غلط، مفيش تقييم منه صح نهائيا. ده انسان وده انسان، ده ليه نفسه وده ليه نفسه، وانا قلت الكلام ده برضو، ده ليه ظروفه وده ليه ظروفه. هتقولي طب يا زهراء ده صاحبي وعارفه وزميلي ومش تايه عنه. ده ليه نفس وده ليه نفس. انت مستحيل تعرف اللي جوه نفسه، دي لوحدها كفايه، دي لوحدها تغنيك. يمكن نفسه يا عم مبهدلاه، انت مالك خليك في حالك. يقول الحق عز وجل في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما تبصش كتير، ما تمدش عينيك كتير، ما تقوليش بقى ده وده ومش ده. ما تبصش كتير. وبرضه قلت في الاول خليك في حالك، فخليك في حالك وما تمدش عينيك كتير، او ما تبصوش كتير. لان كل انسان وليه حياته، كل انسان وليه ظروفه. تقييمك دايما بيكون خداع، تقييمك دايما بيكون غلط. انت بتشوف جانب واحد بس من الحياه، في حين ان انت لو شفت ال 24 جانب. لا، بيقول لك ان عنده 24 ايراد. انت كل واحد دايما بيقول لك ايه، ان كل واحد في الدنيا متساوي ال 24 ايراد بتوعه. انت لو شفت ال 24 بالظبط هتعرف ان انتوا الاثنين فعلا متساويين، بس مش هتشوف ولا عمرك هتشوف ده، لان هي بتبقى فترات. الحياه اصلا بتبقى فترات. التقييم خداع وما تبصوش كتير. سابع حاجه بقى، وانصحكم بدي جدا: المقارنات بتبقى مفيده في حالتين اتنين بس. لو اخدت مثلا شخص كقدوه ليك او كجايد ليك، يعني مثلا انا هسعى، انا شفت الانسان ده ناجح، او الانسان ده وصل، او الانسان ده حياته عجباني، انا عايز اوصل للنجاح او للحاجه اللي هو وصل لها دي. فاشوف الطريق اللي ماشى فيه، ما اشوفش لحظه وصوله وافضل انا ماليش لازمه، ده انا مش محقق اي حاجه، ده انا وانا. لا، اشوف ان هو جايد ليا او قدوه ليا، فاسعى واتشجع. لما اشوف الانسان ده اتشجع ان انا اكون انسان كويس، واكون احسن وادي اكتر من كده، وازود النولج بتاعتي، واكون مثقف اكتر، واذاكر اكتر، واجي على نفسي اكتر. فهي دي المقارنات في الحاله دي بتبقى حاجه كويسه لو انت شفته كقدوه ليك. الحاجة التانية اللي المقارنات برضو تبقى مفيدة فيها، لو تقارن نفسك بنفسك، ودي أهم حاجة، ودي انت لازم تعملوها، يعني لازم تعملوها. قارنوا نفسكم دايما بنفسكم. قارن نفسك بنفسك الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت، اليوم امبارح. قارن نفسك بنفسك امبارح. تفكيرك اتغير، انت كده تمام، في تطور. اسلوبك اتغير، اتعلمت حاجة جديدة، ضفت حاجة جديدة لحياتك، ضفت معلومات جديدة لحياتك، ضفت نجاحات كتيرة لحياتك، او قربت لنجاحك اكتر. ما هو انا بعمل مجهود صغير كل يوم علشان اوصل للنجاح الكبير اللي ان شاء الله اوصل له في يوم من الايام. لو انا اذاكر كل يوم، اذاكر علشان اوصل لمرحلة النجاح اللي انا عاوز اوصل لها.
هما دول الحالتين بس اللي المقارنات بتكون مفيدة فيها، كجايد ليك أو إن أنت تقارن نفسك بنفسك. وفي الحالة دي على فكرة التقييم هيكون بيرفكت 100%، يعني أنت بتقارن نفسك بنفسك اللي هو نفس الشخص ونفس كل حاجة، فده بيخليك تتطور. وعمر بن الخطاب كان قال دايما ان احنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، يعني حاسب نفسك كده قبل ما تحاسب. فدي برضو من ضمن المقارنات الافكتيف يعني على ما اعتقد. وبس كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، وشكرا جدا ليكم لو وصلتوا لهنا. اتمنى فعلا تشيروا الفيديو ده مع اكبر عدد ممكن من الناس، لان المقارنات بجد اكتر حاجه بتاذي النفس، واكتر حاجه يعني بصوا يا جماعه هي بجد حاجه يعني تخليك يعني وعلى فكره بتكتسب صفات برضو سيئه. فأنا نفسي بجد نبتعد عن الحاجة دي جدا، ونكون دايما سويين نفسيا، وندي لبعض ناخد من بعض بقى. حياة لطيفة كده طبعا مش هيحصل أصلا، يعني مش هيحصل. بس كل إنسان يبدأ بنفسه، خليك في حالك. أنا قلت كام مرة خليكم في حالكم. خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو على الانستجرام وفولو على الفيسبوك وفولو على التيك توك، واعملوا اشتراك في القناة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس برضو، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. إن شاء الله أشوفكم فيديو جديد. باي باي.